حلوة ألذ قريبة هتدوقيها إن شاء الله. تعالي يلا كده معايا وحضري الحاجة بتاعتك يلا، وتعالي نبدأ أنا وأنتِ مع بعض وتشوفي الطريقة بتاعتي وأسهل طريقة لعمل الغريبة. تعالي كده يلا نحضر المقادير مع بعض، وهاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا، أو هاتي البولة بتاعتك والمقادير بتاعتك وتعالي جربي معايا. معايا هنا كيلو دقيق هاخد منه الكمية اللي أنا عايزاها، وخدت منه 4 كوبايات بالمقدار الكوبايه اللي انتوا شايفينها ديت، يعني الكوبايه ديت بمقدار الكوبايه برده بتاعه العصير. فزي ما انتوا شايفين كده باخد 4 كوبايات. معايا كده كوبايتين من السمنه، ولما حطيت السمنه حسيتها كتيره زودت برده في الدقيق، يعني انا كنت حاطه 4 كوبايات دقيق على كوبايتين السمنه، بس لما لقيت السمنه زياده عندي حطيت نص كوبايه كمان، وهحط كمان كوبايه دقيق، يعني 5 كوبايات على 2.5 كوبايه سمنه، بنفس المقادير اللي انت بتعبي بيها الدقيق بتعبي بيها السمنه وبتعبي بيها السكر، على كوبايه وربع سكر، يعني بتعملي الهرم الثلاثي. كوب سكر، وبرده هفضل اضرب شويه كمان لما اوصل كده للقوام ده، زي ما انتم شايفين كده ان هي برده تتلم معايا كده، وان انا اعملها نظام كور كده. لو غرست ايدي وما اتشققتش معايا بيكون عجينتك ناجحه، لو اتشققت يبقى ناقصها سمنه. حطوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. الى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.